ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. ويسدد، موجود يبعد الكرة. عدت الكرة، الآن فرصتهم للمرتدة. ريتشارلسون، مباراة بشباك نظيفة حتى الآن. مبابي، جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. نيمار، يمسك الحارس بالكرة. دانييلو، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كيليان مبابي، والآن هذه فرصة جول. الله على الكرة، هدف لأرسنال. يا سلام، بداية رائعة مع فريق الجديد. أي بداية يا ولد. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. نيمار، وصلت إليه، كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. شوف الروعة في التمرير، قوية من مبابي، والكرة في الشباك. الله، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق. بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة. المرتدات هنا لا مثيل لها. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. فودن واعب مكانه بتدخلاته جيدا. فرصة ثانية، نيمار. There will be 1 minute added time. يحاول مجددا، المتابعة موجودة. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم. ينجحون في إضافة هدف آخر. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة.
حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا. وها هي نهاية الشوط الأول. سيطرة واضحة في الشوط الأول، تقدم مريح بثلاثية نظيفة. الآن يخلي الفريق يفرض شخصيته على مجريات اللقاء ويتحكم فيه في شوط المباراة الثاني. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. أرسنال يخرج متقدما في الشوط الأول بثلاثية نظيفة. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. يقظة في الدفاع، يواصل تطبيق أفكاره في الضغط العالي على المنافس، يحاول خنقه في الثلث الأمامي من الملعب. طريقة تحتاج إلى مجهود وانضباط، وأيضا تعرض الفريق الخطر في الدفاع، لكنها أيضا تخلي الخصم يرتكب أخطاء كثيرة، خصوصا إذا طبقت الضغط بالشكل المطلوب. أكيد وقتها راح تستفيد من هذه الأخطاء. تسديدة من أول لمسة، تصدي غير عادي من الحارس. هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. أرسنال يحصل على الركنية الأولى في المباراة. عرضية غير متقنة، لم ينجح في استغلال الضربة الركنية. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. يونغ مين سون يعاني من رقابة لصيقة في هذه المباراة. يتدخل ويقطع الكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. يونغ مين سون، كريستو ستويشكوف سجل هدفه الأول هنا. كرة جول. فعلها وسجل كرة في الشباك. الله على هذا الأداء الكبير، نتيجة رائعة في مباراة اليوم. إنهم يقدمون مباراة غير عادية تثير الجميع بصراحة وتجعل الكل يصفق لهم. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. كرة أمامية، تغيير الملعب ناحية اليمين. رافينيا، والآن فرصة للتحول الهجوم. يلعب كرة بينية والتسديد. الآن فرصة للهجوم المرتد. الكرة ملعوبة من مسافة. كيليان قوية من امبابي. فرصة كبيرة الآن، مرت فرصة من جديد. يا عيني على كرة في المرمى، يا عيني على جمال الهدف وروعته. أي إبداع هذا! من يوقف ماكينة التسجيل؟ هل يرحمون الخصم بعد هذه الأهداف أم هناك المزيد؟ فرق شاسع في المستوى على أرضية الميدان. ما يحدث هنا خروج بصراحة عن المألوف. سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام في مجريات اللعب، والنتيجة هي اللي تتحدث.
كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. إبعاد رائع من الحارس. فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية. أرسنال يحصل على ركنية أخرى. فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية. يلعبون ركنية قصيرة البرازيل ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. كان ممكن نشوف الهدف السادس هنا. مبابي، تسديدة جميلة. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. أرسنال ظهر بقوة في مباراة اليوم وحقق فوزا مريحا في النهاية. مبابي اختير رجل المباراة ويستحق هذه الجائزة في رأيي. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية.